في تصريح لتير هنري نجم منتخب فرنسا السابق طلع بيقول، والمدرب والمدير الفني لمنتخب فرنسا الأولمبي الحالي، طلع بيقول المباراة القادمة أمام منتخب مصر الذي يصعب على يعني صعب التحكم في المباراة أمامهم، وأنهم يمتلكوا لاعبين ذو جودة عالية. بص يا عم هنري، جو التنويم ده ما بينفعش مع المصريين، خلاص كان زمان وخلص. لو احنا منتخب مصر عندنا لعيبه جودتهم عاليه، فانت منتخب فرنسا اللي طالع منها اعتى اللعيبه على مستوى العالم كله. فجو التنويم المغناطيسي ده ما بينفعش مع المصريين، كلناها قبل كده زمان ومش هناكلها تاني. فانا شايف تصريح غير موفق من تير هنري، اللي اساسا مش فاهم ان هو ازاي يطلع تصريح زي ده، في حين انك انت بتتكلم انك انت لو كنت استدعيت كيليان امبابي كان زمانه كان مخلي دفاع اي منتخب انت بتقابله غربله. واظن احنا شفنا كيليان امبابي كان بيتعامل ازاي في كاس العالم اللي فات 2022 في قطر. فانا شايف ان هو تصريح تنويم للمصريين مش اكتر، واتمنى ان منتخب مصر او المنتخب الاولمبي عندنا احنا هنا كمصريين ياخدوا بالهم ان مش عشان خاطر كسبنا اسبانيا اللي هو كان بيلعب باللي كانوا قاعدين على الدكه اللي هم مش اساسيين، وان احنا كسبنا باراجواي بضربات الترجيح، فاحنا كده خلاص. لا، ده لسه في عندك فرنسا ولسه في النهائي. يعني لو انت كسبت فرنسا باذنك يا رب انت عندك نهائي. اني اشك ان انت ممكن تكسب، او ان انا اشك ان احنا ممكن نكسب منتخب فرنسا. انا شايف كده. اي حد شايف حاجه تانية دي حاجه تخصه. انت لعبت انت لما لعبت الدومينيكان اتعادلت معاهم 0-0، لما لعبت اوزبكستان كسبتهم 1-0، لما جيت لعبت اسبانيا كسبتهم 2-1 عشان اسبانيا كانت بتلعب بالتشكيله الغير اساسيه، حتى حارس المرمى ما كانش اساسي. لما جيت لعبت باراجواي كسبته عن طريق ضربات الجزاء، بل بالعكس باراجواي لعبت كوره خنقت لعيبه منتخب مصر في ارضيه الملعب. اتمنى من لعيبه منتخب مصر الاولمبي ياخدوا بالهم انك انت هتلاعب فرنسا المباراه الجايه. اللي فات ده كان حماده واللي جاي ده حماده تاني خالص. فاتمنى ان اللعيبه تبقى على قد مسؤوليه، وان هي تعمل مباراه كبيره امام فرنسا. وهانت يا جماعه، فاضل عن نهائي تكه، والتكه دي اصعب تكه. ده اللي انا شايفه. يعني التكه اللي جايه دي فرنسا اصعب تكه، فانت على النهائي فاضل لك تكه. اتكيتها هتروح النهائي، ما اتكيتهاش واتكيت انت ف يلا هنلعب على الثالث والرابع. في تصريح لكابتن احمد شوبير على فيسبوك طلع بيقول ايه: بعد ديانج في محترف اجنبي سيرحل عن النادي الاهلي، وفي سريه تامه في تعاقد مع 2 اجانب اخرين، بجانب ان في صفقه محليه هتيجي للنادي الاهلي. ريحتنا بجد كابتن احمد شوبير لما تحس ان هو مع النادي الاهلي، او ان هو في تصريحاته او في الفيسبوك او في اي مكان بتبقى تصريحاته ليها طعم، تحس ان فعلا انك انت في حد بيقول لك على اخبار النادي الاهلي من جوه. ودي حاجه احنا افتقدناها من ساعه ما كابتن احمد شوبير بعد عن الاعلام. وان شاء الله نشوف كابتن احمد شوبير في مكانه تانية خالص عن قنوات اون تايم سبورت، وهتبقى قنوات كبيره وقنوات ليها اهميه في الرياضه. فانا شايف فعلا ان الاداره او لجنه التخطيط لازم تكون في تغيير دماء من ناحيه الاجانب، وبتمنى ان عمر الساعي يجي النادي الاهلي، وبتمنى ان الصفقه المحليه اللي بيقول عليها كابتن احمد شوبير تكون على قد ان هي تلعب كاس عالم انديه في نسختها الجديده، او انتر كونتيننتال في نسختها الجديده. انباء عن غياب احمد سيد زيزو في المباراه القادمه امام منتخب فرنسا. طبعا خبر محزن جدا. ليه؟ عشان خاطر انت ابتديت تشوف احمد سيد زيزو ليه لعب ايجابي مع منتخب الاولمبي في اخر مباراتين امام اسبانيا وامام باراجواي. تقريبا لو هنيجي نتكلم هو اللي باصم على ال3 اهداف اللي جم في اسبانيا وجم في في باراجواي. فبالتالي لما يجي لك خبر ان هو خلاص ان هو ممكن ما يلعبش المباراه الجايه قدام فرنسا، ده هتبقى كارثه. انا شايفها ان هي هتبقى كارثه. ليه؟ عشان خاطر انت مش عندك البديل اللي يبقى زي احمد سيد زيزو، مش عندك اللي يعرف
يديلك اوفرات زي احمد سيد زيزو. مش عندك اللي هيعرف يفرق قدام دفاع فرنسا. مع احمد سيد زيزو فراق، من ضمن اللعيبه اللي بتفرق، اللي ما بتهمتش الا لما تاخد الكوره. فدي حاجه احنا كنا محتاجينها قدام منتخب فرنسا. فيا ترى بقى المباراه الجايه هتمشي ازاي، وايه هي احداثها؟ ده اللي احنا هنشوفه في المباراه اللي جايه، او هنشوفها امام فرنسا. اتمنى الفوز، ان اللعيبه تحس بقيمه تيشيرت منتخب مصر، وتلعب بروح منتخب مصر، وتلعب وتفرح 100 مليون مصري.